واخيرا اللي كنا مستنينه حصل. راسل مانيا 41 خلصت وسابت وراها زلزال حقيقي في عالم المصارعه، لحظات مش هننساها، مواجهات خلفت التوقعات، مفاجآت قلبت الدنيا. في الفيديو ده هنحلل مع بعض كل اللي حصل من اول لحظه لحد اخر ثانيه، هنشوف مين فعلا كان النجم الحقيقي وايه اللي كان فوق التوقعات وايه اللي كان مخيب للامال. خليكم معايا، وقبل ما نبدا عاوزك تصلي على النبي واعمل لايك الفيديو ده، وتاكد انك مشترك في القناه ومفعل الجرس على كلمه اولى وكل عشان يجيلك اشعارات القناه اول باول لما انزل اي حاجه في اي وقت. مباراة جي اوسو مع جونتر مباراة مستواها متدني، يعني طول العداوة جونتر كان هو الفت المت اللي مفيش من امه اتنين، المسيطر اللي محدش قادر عليه، وجي كان ضعيف وبيعمل بوتشات وعزيمته ضايعة ومستواه في الارض. نروح بقى للمباراة نلاقي اللي بيحصل مهزلة. بداية الماتش اوسو بيظهر قوته، ما عنديش مشكلة مع ده، لكن بعد كده الاداء كله زفت. مستوى جونتر بقى في النازل يا جدعان. القصة ما بقتش ان جي هو اللي مستواه اتطور، لا، ده الاداء تلاحظ منه ان جونتر هو اللي بينزل مستواه عشان يمشي مع مستوى جي. مش مصدقني، بص على ماتشات جونتر مع شيمس او في راس المانيا قبل سنتين لما لعب ضد شيمس ودرو ماكنتاير، او ضد سامي زين السنه اللي فاتت، او مع داميان بريست، او مع اورتن، او مع اي حد من خصومه قبل كده، وحاول تقنعني ان جونتر ده هو نفسه جونتر اللي كان معلم على كل دول قبل كده. وجونتر ايه اللي يستسلم يا جدعان؟ والله العظيم ما قاوم، حتى فضل يلعب بدراعه كده شمال ويمين ومفيش اقل من 5 ثواني واستسلم. جونتر اللي بيموت خصومه ويستسلم؟ يعني خصوم جونتر بيناموا من السليبر هولد بتاعته وجونتر يستسلم وهو فايق؟ ازاي جونتر يخسر باستسلام عبيط كده؟ عيب قوي في حقه والله. مش عشان تفخم في جي اوسو تعمل كده، ده حتى اداؤه ما كانش مقنع. جي اوسو ما كانش عنده غير السوبر كيك واوسو سبلاش والباور بامب مره وكلوز لاين مره. يا جدع حتى لو واضح ان ادائك قاصد تخليه ضعيف وبتتمرقع، بس والله العظيم يا جدع كنت برضه مسيطر. وعلى فكره انا مشكلتي مش مع جي كشخص، انا مشكلتي معاه كشخصيه، الشخصيه اللي بيقدمها. مين ايفنت جي اوسو، كنت بحب جي اوسو جدا قبل كده ايام البلاد لاين بشخصيه الرايت هاند، كان شخص صارم، شخص جاد، احسن من المين ايفنت ده مليون مره اللي بالعافيه الاتحاد عاوزه يكون بطل. طب يا حبيبي والله الشخصيه مش لايقه على اللي انت عاوز تقدمه، والاداء مش كافي. يعني لما تخلي مصارع يتمرقع قصاد مصارع تاني انت عاوز تدفعه، دي حاجه مش حلوه. انت كده بتهد كل اللي بنيته مع جونتر. وريني بقى يا عم هتصلح ده ازاي. ولو عاوز تتاكد من الكلام اللي بقوله، ادخل على اي فيديو لجي اوسو على قناه اليوتيوب بتاعه الاتحاد وشوف كام ديسلايك او عدم اعجاب من بعد لما كسب البطوله. محدش كان عاوز ده، محدش طلب ده اصلا. يمكن الاتحاد عمل كده مع الشخصيه الغلط. جي اوسو يستاهل، يستاهل، بس لو كان بشخصيه غير شخصيه المين ايفنت دي. مباراه نيو داي مع الفايكنج ريدرز انا ما عنديش عليها غير تعليق صغير. انت كسبت والف الف مبروك وكل حاجه، بس انت خدت الحزامين وطالع تجري ليه؟ ما انت كسبت الماتش يا ابن العبيط انت وهو، ما تحتفل عادي. بتجري يعني عشان مسكت رجله وهو بيعد؟ هيعملوا لكم ايه برضه لو وقفت؟ طب اقف احتفل من بعيد خطوتين، مش لازم تجري الرمب كله. عموما اداء الفريقين انا مش معترض عليه، نيو داي كده كده حلوين ونفس الكلام الفايكنج ريدرز، فما عنديش مشكله مع الماتش ده. عموما انا كنت بهزر مش اكتر. مباراه جيكوب فاتو وايلي نايت كانت الحسنه الوحيده بعد المين ايفنت. بصراحه استغربت من دخول سولو مع جيكوب، وتوقعت ان هو هيغدر بيه او هيتسبب في خسارته او هيتدخل عموما، لكن الحمد لله ده ما حصلش. فرحان جدا لجيكوب لانه خد البطوله الفرديه الاولى ليه وكمان في راس المانيا، مش مجرد عرض عادي. ومبسوط جدا ان الاتحاد بيهتم بشخصيه زي شخصيه جيكوب دي، وادركوا ان هو استثمار مهم للشركه وللصناعه. المصارعين اللي من نوع جيكوب عددهم قليل جدا، صعب تلاقي مصارع وزنه في وزن جيكوب وعنده لياقه بدنيه عاليه واداء احترافي وبيعمل سيلينج ولا كانه مصارع كروزر ويت. فمبسوط جدا بالخطوه دي، ومبسوط اكتر ان محدش بوظ عليه الفوز، بل خد لحظه كامله متكامله في راس المانيا، واتمنى تكون بدايه لدفعات اكبر من كده خلال الفتره الجايه. كان نفسي والله جي اوسو يكون شخصيه جاده زي جيكوب كده، والله العظيم كنت هفرح له من قلبي. نروح بقى للمين ايفنت بتاع الليله الاولى، الماتش الجدع اللي نصفنا كلنا وخلانا متحمسين اكتر لليوم الثاني. دخلت رولينز كانت غريبه حبتين، يعني في الاول داخل لابس كيس زباله اسود وماسك مسدس النار زي بتاع الروك اللي دخل بيه في راس المانيا سنه 2016، وبصراحه انا اعتبرت ده تلميح جديد لانضمامه مع الروك. بعد كده النور قفل واللبس اتغير ولقينا ستايل دخول رولينز بالابيض، وانا اعتبرت ده تلميح لعوده شخصيه المسايا اللي قدمها في 2020 لاسباب مخلياني متاكد من كده. بعد كده رومان رينز دخل لوحده لاول مره من 4 سنين، من غير هيمن، من غير بلاد لاين، من غير اي حد نهائي، داخل هو وعقد الزعامه وبس. اما بقى دخلت سيم بانك كانت كلها ذكريات. البرومو اللي اتعرض قبل ما يدخل كان فيه الاغنيه القديمه، الاغنيه دي كانت متلازمه مع اي حد من جيل 2010 و2011، واي حد كان بيلعب لعبه رود ضد سماك داون في الوقت ده كنا بنسمعها دايما طول الوقت في اللعبه. والبرومو كان مليان ذكريات حلوه من مسيره سيم بانك كلها، واحلى حاجه الدمج بين برومو بانك القديم لما كان صغير ونفس البرومو بس لما كبر. بعد كده دخل باغنيته اللي نعرفها على انغام فريق ليفنج كولر
زي اخر مره شارك فيها في 2013 في راس المنيا لما كان رايح يلعب اندرتيكر، كان برضه داخل مع نفس الفريق ده وبرضه داخل مع بول هيمن. فانا ممتن جدا للواجب اللي عمله الاتحاد مع سي ام بانك. في بدايه الماتش بنلاقي سي ام بانك متحمس جدا لان ده اول مين ايفنت ليه والحماس باين عليه قوي، ورومان رينز واقف باين عليه القلق والحرص من كل حاجه حواليه، مخون صوابع رجله حرفيا، ورولينز واقف باشا كده زي ما يكون عارف انه مش محتاج يعمل اي حاجه. رومان بقى لما قلع الاولى فلا في العادي بيديها لبول هيمن، المره دي اول مره يسيبها على ارض الحلبه وما يديهاش لحد خالص، وهيمن كان مستنيه يديها له، لكن رومان قال لك لا ده انا اسيبها على الارض ولا اديها لك يا ابن الجزمه. وفي اول الماتش بنلاقي سي ام بانك بيغيظ رومان رينز ببول هيمن، ورولينز بيحاول يقنع رومان ان هما الاثنين ينزلوا يضربوه، فرومان بيفضل مصمم ان كل واحد مع حاله، وبتبتدي العركه. بنلاقي برضه في وسط الماتش بول هيمن بيلعب برومان رينز وسي ام بانك، شويه يتعاطف مع ده وشويه يتعاطف مع ده، اللي هو انت عاوز مين فيهم بالظبط؟ مكار وخبيث برضه مهما كبرت مش هتتغير. بعد كده سيس رولينز بيحاول يقنع رومان رينز يتحد معاه زي ايام ذا شيلد، ورومان عمل نفسه مقتنع، وبعد كده راح قالب على رولينز. رومان هنا في اللقطه دي بيتحول لوحش حرفيا، بيدمر الاثنين بباور بامب جامد جدا. ما شفتش رومان رينز بيعمل اداء عالي كده من زمن الزمن. افضل مباراه عملها رومان رينز من وقت طويل، والمباراه كانت مليانه لعب سريع وممتع وتفنيش روعه، واحلى حاجه فيه ان هو كان متتالي، كل واحد فيهم بيفنش التاني على طول. وعجبني اداء سي ام بانك المنتهي زي ما الناس بتقول عليه. طب بالله عليكم ده اداء واحد منتهي؟ ده اداء واحد ما عندوش حاجه يقدمها؟ قليل من الانصاف للراجل ده يا جدعان. انا عاوز افهمك ان الجمهور العربي هو الجمهور الوحيد اللي بينتقد سي ام بانك. جمهور امريكا او جمهور في القاعه عموما كان بيشجعوا اكتر ما كانوا بيشجعوا رومان رينز وسيس رولينز. انتوا متخيلين قيمته عامله ازاي؟ مش عشان حضرتك ما تابعتش بانك زمان وتعلقت بالجيل اللي جه بعد كده يبقى تقلل منه، الراجل ما زال والله عنده حاجات يقدمها. نفس الكلام لرومان رينز، قليل من الانصاف لرومان رينز يا قلب اخوك انت وهو، وريح بالك خلاص كلها 3 سنين وترتاح من وشه خالص، وهو بنفسه قال كده، قال ان هو عاوز يعتزل كمان 3 سنين. المهم بنوصل لاخر المباراه وهيمن خدع بانك الاول، ولكن وهو بيخدعه كان حزين وقعد يعتذر له بعد لما ضربه تحت الحزام، وخدع رومان بعد كده وخلاه يخلص على بانك الاول، وبعد كده ضربه وكان مبسوط جدا وهو بيناول رومان، وخلى سيس رولينز يخلص عليه ويكسب. واتحققت التوقعات اللي كانت واضحه وضوح الشمس لينا كلنا تقريبا، يعني كانت لينا كلنا واضحه ما عدا رومان رينز وسي ام بانك، ولقينا سيس رولينز بينضم لبول هيمن. نستفيد ايه بقى من الكلام ده؟ نستفيد ان رومان رينز ما بيتعلمش. يعني قبل العرض قاعد يقول لك انا اتعلمت من الدرس وخلاص ما حدش هيغدر بيا تاني. بجد؟ طب خد ونتعلم ان بول هيمن القديم رجع، عودة انجز شخصية جت في تاريخ المصارعة، ونتعلم من الماتش ده اوعى ابدا تدي الثقة في بول هيمن. زي ما قلت لك قبل كده بول هيمن بيجري ورا مصلحته دايما، الكلام ده انا قلته في فيديو العميل المخلص لما عملت مقارنة بين ال3 عملاء المشهورين لبول هيمن، وشفنا التعامل بينهم كان ازاي والامور بينهم انتهت ازاي، ولقينا ان هو ساب سي ام بانك عشان بروك ليسنر، وساب بروك ليسنر عشان رومان رينز، وساب رومان رينز عشان سي ام بانك، وقلت هيسيب سي ام بانك ورومان رينز ويروح مع رولينز، وحصل. ومصلحة هيمن ما بقتش مع رومان رينز وكانت مع بانك لمدة ليلة واحدة، فبول هيمن استغلها، وفي نهاية الليلة دي بول هيمن أدرك إن سيس رولينز هو المصلحة الجديدة. هيمن كلب مصالح، لا هو صاحب ولا رجل حكيم ولا وكيل أعمال. وقلت برضو قبل كده إن الليلة دي هتنتهي لصالح سيس رولينز حتى لو ما كسبش الماتش ده، لكن هو كسب وبرضو خد اللقطة. ولكن هل رومان رينز هيركن على جنب؟ من اللي حصل ده بنلاقي إن سيس رولينز خلص عليه وخد منه بول هيمن، وقع ملهاش قومه بالنسبه لشخصيه الترايبل شيف، وخزوق رومان للمره المليون، خزوق الترايبل شيف بالتحديد عشان يفتح له سكه يطلع مكانه ويبقى توب، لان رومان رينز عامل له ازمه فكان لازم يطيره. لكن قصاد ده خلينا نعترف ان رولينز ما عندوش اي فكره عن النسخه اللي هتظهر من رومان رينز. زي ما قلت لك رومان اعلن ان هو هيعتزل كمان 3 سنين، فعاوزك تتفرج وتتابع هيحصل ايه خلال ال3 سنين دول، وعاوزك تتاكد من حاجه، رومان رينز هيكون حريص مش انه يقضي على رولينز، لا ده هيكون حريص ان ينهي مسيرته تماما، واللقطه دي تشهد، وهنيجي نفتكر الكلام ده في يوم من الايام. ورولينز برضه ادى البانك على عينه وبوظ عليه مباراه احلامه وخلاه ما يكسبهاش، وما لحقش يخليه يتهنى بول هيمن حبه ولا يكيد رومان زي ما هو كان عايز. وبعد لما المباراه خلصت هتلاحظ نظرات متبادله بين سي ام بانك وبين رومان رينز، زي ما يكونوا كده حاسين ببعض، يعني الاثنين خدوا نفس الخازوق، فتحس ان بينهم تفاهم او هيبقى بينهم تفاهم، والاثنين دلوقتي اصبح هدفهم واحد. من بعد الماتش ده قلت ان كده فاضل بس رولينز يروح ينضم للروك وسينا ويبقى ضامن مستقبله، وتوقعت ده قبل كده وحصل نص التوقع في الليله الاولى، وفضلت مستني لغايه الليله الثانيه. بس عاوزين نتكلم في نقطه مهمه. خلال العداوه دي لو هتسال مين كان الشيطان طول العداوه هتلاقي انه من البدايه كان سيس رولينز. رومان رينز مش بيطيق سيس، وبانك مش بيطيق سيس، والاثنين مخصمين معاه وشايفين ان هو خبيث وغدار وما عندوش بجنيه انتماء،
لكن سيس بدل ما الاتنين كانوا مركزين معاه والعداوه كانت ماشيه في اتجاهه، راح مولع بينهم وخلاهم يولعوا في بعض بسبب بول هيمن، وراح وسوس لبول هيمن زي الشيطان واقنعه ان لا رومان رينز بيحبه ولا سين بانك بيحبه، ودخل الماتش زي الباشا. زي ما شفت خلى بانك يوصل لدرجه انه يغيظ رومان رينز ببول هيمن، وحاول يقنع رومان ان هو يتحد معاه زي زمان ويعملوا باور بامب على سين بانك، لكن رومان رينز ما اقتنعش وكان مدرك تمام الادراك ان رولينز شيطان وراح مديله. بس الحاجه اللي الاتنين ما شافوهاش جايه لكن كلنا شفناها عادي هي ان هيمن هيروح مع سيس رولينز. رولينز خلاهم يفتكروا ان هو بيهدد هيمن وخلى بانك كل مره يطلع يا عيني يجري ينقذه، وفي الاخر هيمن زحلق الاتنين وراح معاه وخد القرار من قبل ما يدخل الماتش. يعني هتلاحظ ان هيمن وهو بيسلمه الكرسي كان اصلا مديله ظهره، بس كان عارف ان ده هيحصل فمد ايده عشان ياخد الكرسي وهو مش شايف. فولا هيمن كان مجبر على ده، بمعنى ان رولينز ما كانش ليه خدمه عند بول هيمن ولا حاجه، وان بول هيمن سلم نفسه بارادته لسيس رولينز. وبرضه هنقول ولا رولينز كان مستني قرار هيمن. كل حاجه كانت مظبوطه من قبل الماتش، ويمكن كمان من قبل سماك داون الاخير قبل راس المانيا. هتلاحظ بقى اثناء خروج سين بانك ورومان رينز، مع ان كل ده سيناريو وكل ده تمثيل، بس بصراحه يا جدعان الكسره اللي احنا شفناها في عيون رومان رينز حتى لو ما بتحبوش تخليك تزعل قوي عليه. رومان رينز اكتر مصارع في الدنيا اتخان من طوب الارض، واكتر واحد اتخدع منه واللي كان سبب في كل ده من البدايه اصلا هو سيس رولينز. فنروح بعد كده لليله الثانيه. بالنسبه لمباراه درو ماكنتاير ودامين بريست، المباراه دي انا كنت مراهن انها هتكون حاجه ممتازه. طبيعي عداوه وصلت لمستوى جامد في البناء، كان لازم تتختم بماتش جامد زي ده. اداء الاثنين كان حاجه عظيمه، لكن احلى حاجه عجبتني كانت نتيجه المباراه. ما كانش ينفع درو ماكنتاير يخسر خالص المره دي. لو كان حصل والله لو كان قرر يمشي من الاتحاد ما كنتش هعارضه. درو ماكنتاير اتهان السنه اللي فاتت كلها، مش من حيث الاداء او من حيث السيناريو، لكن من حيث نتيجه كل سيناريو بيتحط فيه. خد دفعات كتير وعمل عداوه عظيمه، لكن ما فيش حاجه انتهت لصالحه ابدا. كل حاجه كانت دايما بتروح لحد تاني غيره. والمره دي درو ماكنتاير خلص حقه مع دامين بريست وهزمه في راس المنيا اخيرا وخرج وهو مبسوط. بصراحه فرحان جدا لدرو واتمنى اللي جاي ليه يكون احسن واحسن. بالنسبه لمباراه ايجي ستايلز ولوجان بول، الماتش ده انا للاسف كنت عمال ازق الوقت عشان مش مهتم اشوفه. الاتنين ما عنديش اعتراض على لعبهم وادائهم، بصراحه بيقدموا اداء فوق الممتاز، وكنت متوقع فوز ايجي ستايلز، بس حصل سيناريو عبثي ملوش اي 30 لازمه خلى لوجان بول يكسب. مش عارف ايه اللي جاب كاريان كروس يساعد ايجي ستايلز، ومش عارف ليه ستايلز ضربه. يا جدع ده داخل يساعدك، داخل يضرب اللي كان هيساعد لوجان بول، ليه انت بقى بتمد ايدك على كاريان كروس؟ للاسف نتيجه المباراه دي كانت وحشه جدا. انا بصراحه كان نفسي ستايلز هو اللي يكسب، لكن خسر بهدف استكمال عداوه ستايلز مع كاريان كروس، لان لوجان بول افندي بارت تايمر فمش هينفع يخسر ويكمل العداوه. كتر خيره بيلعب ماتش واحد ويمشي، مش عارف امال لو كسب بطوله عالم هيعمل فينا ايه. وبالنسبه لمباراه بطوله القارات، المباراه دي من المباريات الممتعه بصراحه من حيث اداء كل واحد فيهم، مفيش اختلاف على كده، وبقولها من كل قلبي ومستغرب اني بقولها. انا مبسوط لدومينيك ميستيريو، والجمهور كمان كان مبسوط لدومينيك، ودي حاجه انا ما كنتش متوقع اني هقولها في يوم من الايام، لكن بصراحه الواد يستاهل. مجتهد، مأدي شخصيته على اكمل وجه، كرهنا فيه ورجع حببنا فيه، بدأ يتطور اكتر عن زمان بمراحل، لدرجه اللي تخلينا نقول ان هو فعلا يستحق اكتر من فين بالور، بحكم ان هو اصغر في السن وعامل كل اللي عمله ده. اما بالنسبه لفين بالور، انا مبسوط لدومينيك، بس والله برضه زعلان لفين بالور. مش هقول لك كان نفسي يكسب في راس المنيا، بس كان نفسي يكسب عموما. الراجل ده ما اعرفش ليه اتصاب بلعنه من يوم لما كسب بطوله اليونيفرسال، مع ان اداؤه ما يقولش انه ده اداء واحد دخل على 50 سنه، لكن انا عن نفسي بشوفه لسه شاب صغير، بس الاتحاد ما عندوش الكلام ده للاسف. وبالنسبه لبرون بريكر، الراجل ده عالمي، والله العظيم ما غلطت لما قلت انه هيكون مستقبل الاتحاد وهيبقى بطل عالم قريب. ايه الاداء الجامد ده يا جدع؟ انا متحمس لتطوير مستوى بريكر، ومتحمس اكتر من دلوقتي لليوم اللي نشوف فيه مواجهه بين برون بريكر وجيكوب فاتو. وبالنسبه لبنتا، انت يا ابني محظوظ انت وري فينيكس، ما بقولكوش كام شهر من اول السنه وحضرتوا مباريات في راس المنيا، دي ما بتحصلش غير نادرا، او كان زمان بيحصل وما بقاش يحصل دلوقتي، فانتوا الاثنين فعلا محظوظين. بالنسبه بقى لفقره راندي اورتن، انا كنت متوقع ناس تانية تماما يواجهوه، الا الشخص اللي كان فعلا المفروض نتوقعه، جو هنري، كان هو الخصم المفاجئ لراندي اورتن، ودي حاجه عجبتني جدا. جو هنري شخصيه مشهوره وعنده قبول، وينطبق عليه الشروط اللي تخليه يدخل يلعب اورتن مباراه عابره. شخص عنده قبول من اتحاد تاني اصلا، بيعمل اول ظهور ليه في راس المنيا، اللي هو انت ليك الشرف اصلا انك طالع تلعب اورتن في اول مشاركه ليك في راس المنيا اللي كان مستحيل تشارك فيها لانك اصلا من اتحاد تاني. وحصل ان المباراه دي ما طولتش لانها كانت عباره عن فقره كوميديه اكتر من كونها مباراه، والطبيعي انها تخلص لصالح راندي اورتن. لكن اللي عجبني اكتر في الماتش ده الارك يقول لاورتن رزعها لهنري وهو في قمه سعادته، احلى لقطه في الماتش ده. طب والله العظيم يا جدع احلى من مباراه المين ايفنت، على الاقل كنا بنضحك.
نيجي بقى للمين ايفنت اللي فضلنا صاحيين لاجله. جون سينا ضد كودي رودز على بطولة الدبليو دبليو اي. دخلت سينا كانت الدخلة الأروق في تاريخه كله، ظلام دامس ودخول رايق بيتمشى فيه حرفيا ورفع القماشة بتاعته، حاجة كده والله العظيم كانت رايقة قوي قوي. ودخول كودي رودز برضه كان رايق جدا، أحسن بكتير من بتاع السنة اللي فاتت. حتى القناع كان شكله أجمد، ما كانش كرتوني زي بتاع السنة اللي فاتت كده، كان مستوحى من خوذة ايرون مان. لو بتوع مارفل هنا هيفهموا بتكلم عن ايه. وبنشوف سينا الهيل ما تفاعلش مع أي حاجة أثناء تقديمه، بالعكس تحسه كان بيقول للمذيع انجزي، خلصي يلا بلا كلام فاضي. لما بدأت المباراة كودي كان متحمس زيادة عن اللزوم قوي، مش عارف هل ده حماس زايد تبع السيناريو ولا هو فعلا متحمس بجد انه بدأ مباراة الأحلام مع جون سينا في راس المنيا. وبنشوف سينا أثناء اللعبة كان مسيطر، ودي حاجة قلقتنا كلنا في الأول. كنت مراهن ان هو هيقدم أداء زي الزفت، هو عمل كده فعلا، بس بصراحة مش زي ما أنا كنت متوقع. سينا كان عنده باور مش عادي، وقدم لعب جديد وعمل حركات أول مرة يعملها، واستغل كل حاجة غير قانونية أثناء اللعب من أوله لآخره. وكودي رودز أنا كده كنت بقول إنه هيعمل أداء عظيم كالمعتاد، وهو ده اللي حصل فعلا. ولكن أنا لاحظت حاجة مهمة، سينا كل ما كان يركز مع الجمهور كان بيفقد انتباهه، زي ما قال قبل كده اللي بيسمع للجمهور بيقع. فتحس إن ده اللي حصل معاه أثناء المباراة دي، كان كل ما ينتبه ليهم انتباهه يتشتت، كأنه كان خايف منهم وخايف يواجه إن هو غلط وإنهم صح، وقعد يكابر وبعد كده كرف لهم وكمل لعب بطريقته عشان يكسب. لفت نظري جدا أساليب الغش والخداع واستقصاده نقطة ضعف خصمه، ده بيورينا اللعب اللي هيقدمه سينا خلال المباريات الباقية ليه، وإنه هيكون مخادع. ولأول مرة سينا بيترجى خصم عشان ما يضربوش. هو كان بيخدع كودي، لكن هنا ظهر إن هو جبان. سينا عمره ما عمل كده أبدا، وكودي كان ممكن يستغل الموقف لما سينا جاب الحزام عشان يضربه، ويستخدم الحزام لما مسكه منه، لكن ما عملش ده عشان يبان أكتر إن هو التوب بيبي فيس في الشركة. بص يا قلب أخوك، الاتحاد قاصد يكرهك في جون سينا، خليه يكسب بغش، وكسب بتدخل ترافيس سكوت. ومهما كان أداء سينا جديد ومختلف وكان فايق وصاحي ومش مستموت زي كل مرة شفناه فيها خلال السنين اللي فاتت، لكن ده ما يمنعش إنه كان أداء عويل ذليل فقير متدني. وعلى فكرة كل ده كان مقصود. لو تفتكر جون سينا قال لك أنا هخرب المصارعة، وهو فعلا عمل كده، خرب المصارعة وتنح علينا كلنا بصينا في اتجاه إن هو هيعمل حاجة شرسة وبتاع وهيكسب بشكل غير قانوني وهنشوف بهجة تاني خالص. لكن اللي حصل كان حاجة محدش متوقعها، الكل كان قاعد مستني الروك وأوستن وتدخلات وهيصة والله وايه الحلاوة دي. لكن سينا رخم وتنح في لعبه طول المباراة، وفي الماتش بتاعه ما حصلش أي جمدان، بمعنى صح جاي حد في بيض على الجمهور عشان نكرهه، بيعمل كل حاجة عكس رغبة الجمهور زي ما قال إن هو هيعمل بالظبط. كل ده بهدف إنك تحب كودي أكتر منه. الملل اللي حصل وخيبة الأمل اللي شفناها ومخالفة التوقعات اللي توقعناها، كل ده بهدف إنك تحب كودي أكتر من سينا. الاتحاد بيضحي بشعبية محبوب الجماهير القديم عشان يخلي محبوب الجماهير الجديد يكون محبوب أكتر منه. كل ده لا هو بلعب ولا ببرموهات ولا حاجات من دي، بل بإنه يخلي لك الملل وخيبة الأمل طاغيين على السيناريوهات اللي أنت متحمس ليها عشان تكره المنافس اللي جاي يلعب كودي. طب ما كل حاجة كانت حلوة وماشية زي الفل، والبناء كان جامد وممتع وجديد، وحصل فيه حاجات راضيين عنها من أول تحول سينا للشخصية الهيل لحد آخر برومو بينه وبين كودي. بس كان ناقص حاجة مهمة قوي، حاجة كانت سبب في إن العداوة دي ما تنولش الرضا بالكامل، ولو الحاجة دي كانت حصلت كنا هنتقبل كل اللي اتقدم عادي جدا. والحاجة دي هي ظهور الروك. هو الروك فين؟ يعني المفروض انت حشرت الروك في القصة يبقى المفروض يظهر، ده كان أساس القصة وأساس التحول، ورغم كده لا شارك في البروموهات ولا شارك في راس المنيا. طب طالما مش هيظهر بيتحشر ليه من الأول؟ كان ممكن عادي سينا يقلب هيل لوحده عادي جدا، بس ان جيت الحق ما كانش هيعرف يرجع فيس. فوجود الروك في القصة بهدف ان هو اللي يكون سبب في تحولات سينا، سواء للشخصية الهيل دلوقتي أو الشخصية الفيس فيما بعد. بس أقذر حاجة حصلت في العداوة دي إنه ما ظهرش ولا مرة. الاتحاد عاوز الاتنين ياخدوا لقطتهم، بس بجد كان لازم تعمل حاجة، انت الراس الكبيرة والعقل المدبر لكل ده، فانت فين؟ ما ظهرتش ليه؟ انت بعت ترافيس؟ الشمام ده هو اللي هيعمل راس المنيا مومنت؟ لا بجد عاوزك تفتكر معايا كده، لما رومان لعب كودي كسب بعد لما دخل جيمي، وبعد كده سولو، وبعد كده الروك، وبعد كده رولينز، فكودي كسب بعد ظهور كل دول. هنا لما كودي لعب سينا خسر بعد دخول ترافيس سكوت اللي حتى ما لمسوش. هو ده بجد اللي انتوا عاوزيننا نفتكره في النسخة دي من راس المنيا؟ هي دي البصمة اللي عاوزين تسيبوها في عقولنا؟ غياب الروك فعلا حركة زبالة، الأقرع بتاع الأفلام ظهوره ما حصلش عشان ما يغطيش عليهم. يا عم ماشي، بس انت أساس كل ده كان ايه لازمته من الأول انك تظهر طالما مش هتشارك؟ انت عشمتنا عشم كبير وفي الآخر لبستنا الخازوق، كلنا لبسناه، فضلنا سهرانين عشان روك يظهر وفي الآخر بعت لنا الزبلة ده. كل ده عشان سينا يظهر لوحده وياخد لقطته بالمكسب ال17 ومحدش يشاركه اللحظة التاريخية دي. طب يا اسطى ما هو لو كان الروك ظهر برضه كانت هتبقى لحظة تاريخية أكتر، لكن هنقول ايه بقى؟ دماغ. لا، وأوستن داخل يزاولنا، دخل عشان الناس اللي مستنيه يطلع في الماتش يبطلوا يستنوه، وقام لابس في الحاجز اللي بينه وبين الجمهور.
عامل فيها ايه وراو بيعرف يسوق البيتش باجي؟ ما هي الثقه الزايده دي اللي موديانا في داهيه. على العموم انا مبسوط جدا لسينا، وعموما برضو انا مش بكره كودي، لكن فعلا الراجل ده محتاج يرتاح. يعني بطل بقاله سنه وشارك في كل العروض، فلازم ياخد اجازه حلوه كده وبعدين يرجع تاني ياخد حقه. ولكن الغريب فعلا ان كودي خرج من المباراه دي على رجله، يعني مش متدشمل ولا حاجه. وده يفسر لنا الكلام اللي قاله سينا بعد عرض راس المنيا، انه لما يظهر في عرض الرو هيخرب المصارعه زي ما قال. وهنا انا حاسس ان كودي هيتعمل معاه الغلط. في حاجه مهمه بس عاوز اتكلم فيها مع جمهور كودي. بص يا قلب اخوك انت وهو، بالنسبه لسينا الراجل ده بيخسر من 2018. خسر للناس زي سولو، اوستن سيري، رومان، اندرتيكر. خسر عشان يدفع الشباب وعشان يرجع اساطير للساحه من تاني، وعمل ده لمده سنين طويله. فهتقول لي اداؤه وحش، اداؤه بطيء، اصل كودي بيلعب احسن منه، اصله مسيب بتلعب احسن منه، اصله معرفش ايه، اصله بتاع ايه. هقول لك حقه يكسب غصب عن اي حد. الراجل ده هان نفسه عشان الشباب يظهر وما تكلمش، ودي اخر سنه ليه ومفيش بعدها تاني، فما تستكترش عليه بطوله كمان قبل ما يمشي. وهو المره دي مش فيز زي كل مره، المره دي هيل ومختلف وعمل حاجات عمرنا ما شفناها. فلو متضايق معلش استحمل الكام يوم دول وهو كده كده ماشي. بس بجد نصيحه مني، حاول تستمتع لان دي اخر فتره ليه. والله العظيم الراجل ده مش ممل، هو بس قبل انه يدفن نفسه عشان مصارعينك المفضلين يظهروا بسببه. اخر كام سنه ليه ما كانش اناني زي ما الناس بتقول عليه، بل رسخ السنين اللي فاتت دي كلها في سبيل ان نجوم شباب يظهروا ويخسر لهم، نجوم من اللي انت بتحبهم زي رومان رينز وسيس رولينز وغيرهم كتير قوي، سواء اللي موجودين دلوقتي او اللي ما بقوش موجودين. فاتفرج عليه وهو بيظهر في اخر كام يوم ليه، وبعد كده يا عم هترتاح منه ومش هتشوف وشه تاني. حسبي الله ونعم الوكيل، بوظت علينا كل حاجه يا ابن انت يا قرع. اقسم بالله عرض اسبوعي، لولا المين ايفنت بتاع الليله الاولى ولولا فوز سينا كان زمانه عرض اسبوعي عادي جدا. لولا الحاجتين دول كان زماني ثبت العرض كله. تحسهم كانوا بيجروا العرض اللي هو يلا عاوزين ننجز، يعني ولا عملت لنا لحظات ولا عملت لنا فقرات ولا عملت حاجه عدله غير الماتش ده وقرار فوز سينا وبس. اي حاجه تانية حتى لو حلوه فهي مش مبهره للدرجه اللي تليق براس المنيا، كان ممكن تتعمل في عرض شهري عادي جدا. فالنسخه دي من راس المنيا بسبب اللي حصل للاسف هنصنفها على انها من اسوأ عروض راس المنيا في التاريخ، والمين ايفنت الاخير برضه للاسف من اسوأ الاحداث الرئيسيه في التاريخ. خساره والله الاستيج الجامد اللي عملوه العرض التعبان ده. حرفيا الاتحاد كسب على قفانا مشاهداته وفلوس قد كده، وقصاد ده ادولنا عرض متدني خسيس زي ده للاسف. ولكن بصراحه مش هنكر ان انا استمتعت بالموسم، واستمتعت بتفاعلكم معايا خلال فتره بناء العداوات، واستمتعت بالعرض لما اتفرجنا عليه سوا. فباذن الله تتعوض السنه الجايه ونحصل على حاجه احسن من كده. اعمل لايك للفيديو يا قلب اخوك، وتاكد انك مشترك في القناه ومفعل الجرس على كلمه اولى وكل عشان يجيلك اشعارات القناه اول باول لما انزل اي حاجه في اي وقت. والى هنا ينتهي الفيديو بتاعنا.